السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحلقة جديدة مع العمدة. ليلة الامتحان في ماتش الاهلي والزمالك المقرر غدا ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، المتوقع اللي هو من وجهة نظر عماد النحاس، والتشكيل من وجهة نظر انا. تمام. و الدوافع عند اللعيبة سواء لعيبة الاهلي او لعيبة الزمالك، ومين الاقرب للفوز، ومدرب النادي الاهلي الجديد. خلينا نقول ان النادي الاهلي او عماد النحاس هيخش بتشكيل مكون من محمد الشناوي، محمد هاني باك يمين، اتنين مساكين ياسر ابراهيم وياسين مرعي، وباك شمال كوكا. هيلعب قدامهم بمروان عطيه وديانج ومحمد علي بن رمضان. يلعب ناحيه اليمين بزيزو لو مش سليم هيلعب بحسين الشحات. ناحيه الشمال هيلعب بتريزيجيه، وراس حربة هيلعب بمحمد شريف. ده لو جراديشار مش سليم. تمام. طيب ده التشكيل من وجهه نظر عماد النحاس. التشكيل من وجهه نظر انا ايه بقى؟ التشكيل من وجهه نظري ان انت تلعب بثلاثه مساكين تامن، لان انت الدفاع عندك في فضايح. فالعب بثلاثه مساكين، العب بثلاثه 4-2-1، واتفرج على الاهلي. ايه هي خطتك؟ طب يا عم عماد يا اللي عامل لي فيها محلل، هقول لك يا باشا تعالى. العب بالشناوي، هلعب بمحمد هاني مساك مش باك يمين، مساك. وهلعب بيه في النص ياسر ابراهيم، وجنبهم ياسين مرعي. تمام. هلعب بقى زيزو، هديله الخط كله لو سليم ماشي، لو مش سليم يبقى حسين الشحات. تمام. ناحيه الشمال هدي لتريزيجيه الخط كله. تمام. هيبقى فاضل لي اتنين، هلعب بمين؟ هلعب بيه ديانج ومحمد علي بن رمضان او مروان. خلينا مروان وديانج. تمام كده، تمام. يبقى عندك مروان وديانج وزيزو وتريزيجيه، ادي الاربعه. ووراهم ثلاثه، ويبقى قدامهم اتنين واحد. مين هم الاثنين يا عم عماد؟ بن شرقي ومحمد علي بن رمضان. ماشي. وهلعب بمحمد شريف. اشمعنى؟ هتقول لي ما جراديشار يا عم ده اشاعات وبتاع وجاهز. اقول لك يا باشا، محمد شريف في ماتشات الزمالك تقريبا، عارف انت دي الماتشات بتاعته المفضله. محمد شريف محظوظ جدا على الزمالك، بيصوم يصوم ويفطر على الزمالك، يصوم يصوم ويفطر على الزمالك. فانا هلعب بمحمد شريف. ماشي. مع انه زي الزفت وبيقدم ضحك كروي، بس مش مهم يعني. لو بين الشوطين، لو مش الاول ما ظبطش، يبقى بين الشوطين يتبدل يا باشا، ينزل جراديشار. دي من وجهه نظري التشكيله بتاعه النادي الاهلي.